السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتكلمت على ان اغلب حالات الانزلاق الغضروفي بنعالجها بالعلاج التحفظي مش بالعمليات. العلاج التحفظي اللي هو المقصود بيه تعديل اللايف ستايل، ان احنا نقلل التوطية ونقلل شيل الحاجات التقيلة، نقلل القعدة لفترات طويلة، ولما نيجي نقعد بشكل مظبوط، والكلام ده كله مشروح في فيديوهات قبل كده على الصفحة. تاني حاجة ان احنا نعمل تمارين نقوي بيها عضلات الظهر وعضلات البطن، حاجة اسمها كور ستابلايزنج اكسرسايز او تمارين لتقوية حزام العضلات بتاعة الوسط. رقم 3 ناخد أدوية بشكل مؤقت لتقوية الأعصاب والتقليل الالتهاب اللي موجود. ده المقصود بيه بالعلاج التحفظي، تمام كده؟ وشرحنا إن الحالات اللي بتحتاج العملية هي النسبة الأقل، وعشان نعمل العملية لازم يكون العيان عنده آلام مزمنة لفترة طويلة ما بتستجبش على العلاج التحفظي، أو إن العيان عنده علامات منذرة وشرحناها زي ضعف في الرجلين أو سقوط القدم أو انفلات البول. خلاص؟ فجالي الكومنت على الفيديو بيقول ان اغلب العلاجات بتكون مؤقته وغير نهائيه، والكومنت ده مظبوط جدا، وهنتكلم مع صاحبه الكومنت. لو حضرتك ما بتاخدي العلاج فتره وتتحسني ويرجع الوجع تاني، ده معناه كذا احتمال. اول احتمال ان احنا نكون من العيانين اللي بناخد العلاج لما نتحسن 30% 40% او 50% وما بنكملش كورس العلاج للاخر. او الاحتمال التاني ان احنا بنعمل العلاج الطبيعي او نعمل التمارين اللي تقوي عضلات الظهر، نلتزم بيها شويه، وكالعاده اول ما الوجع يقل نوقف، فترجع ريما العادات القديمه وترجع العضلات ضعيفه تاني، فترجع الاوجاع بعد فتره. او الاحتمال الثالث ان حضرتك تكوني عندك انزلاق غضروفي درجه عاليه، وساعتها الادويه والعلاج الطبيعي فعلا ما بتجيبش نتيجه، وبتبقى النتيجه مؤقته وبيفضل الالم مستمر، وساعتها يبقى الانسب او الاحسن ان احنا نعمل العمليه ونستأصل الغضروف ونثبت الفقرات لو العمود الفقري سايب. لو العمود الفقري مش سايب يبقى الاستئصال كافي جدا. يبقى دول الثلاث احتمالات اللي يفسروا ليه بمجرد ما بتوقفي الدواء بيرجع الوجع تاني. خلاص؟ ارجو ان الاجابه دي تكون مفيده لحضرتك. نتقابل في فيديوهات جايه ان شاء الله. النهارده 24 رمضان، كل سنه وانتم طيبين في العشر الاواخر. ربنا يتقبل مننا ومنكم يا رب صالح الاعمال، وافتكروا دايما كالعاده ان الامل موجود. والسلام عليكم.